استنى، عشان لو انت طالب في المانيا او بتفكر ان انت تدرس في المانيا فانت ممكن ان انت تشتغل وتقبض باليورو جنب الدراسه. ايه الحكايه؟ الحنش هيقول لك. يلا بينا. بس خد بالك من حاجه مهمه، ممكن غلطه صغيره تعمل لك مشكله كبيره مع مكتب الاجانب ومع مكتب العمل في تجديد الاقامه لو انت اشتغلت بدون قواعد محدده وتعرف ايه نوع الشغل اللي انت مسموح لك ان انت تشتغله. في المانيا في 3 انواع شغل للطالب يقدر ان هم يشتغلهم. اول شغل موجود في المانيا للطلاب وهو الميني جوب. ايه هو الميني جوب؟ ده شغل جانبي تقدر ان انت تشتغل مثلا في كافيهات، في مطاعم، توصيل طلبات، ومسموح لك ان انت تشتغل لحد 600 يورو او 605 يورو على حسب القانون الجديد من اول 2026. تاني شغل موجود في المانيا هو شغل الطلاب، الفاك ستودنتن. يعني ايه؟ ده شغل لو عرفت توصل له فهو هيكون اختيار ذكي جدا منك، وهتبقى عارف فعلا ان انت تشتغل في مجال دراستك وتبني سي في قوي وتبني شبكه علاقات قويه في مجال دراستك. ثالث شغل معانا بقى هو ستودنت اسيستنت. يعني ايه؟ ده شغل بيبقى جوه الجامعه نفسها، ولو عرفت تمسك الفرصه دي بتكون كويسه جدا. ممكن تشتغل في ابحاث، ممكن تشتغل مع دكتور. الشغل ده بيكون كويس جدا وبرضه فلوسه كويسه. بس خد بالك، مش معنى انك جيت المانيا يبقى انت كده الدنيا اتفتحت على البحري وتقدر ان انت تشتغل زي ما انت عايز بفلوس ملهاش حدود، لان الموضوع للطلاب بيكون عليه تقييد شويه. ايه هي التقييدات ديت؟ تعال اقول لك. طول ما انت طالب من بره الاتحاد الاوروبي فانت مسموح لك ان انت تشتغل 140 يوم في السنه. ممكن ال 140 يوم يتقسموا ل 280 يوم لو اشتغلت نص يوم، مش 140 يوم دوام كامل. اشتغل كل حاجه، بس ما تخليش الشغل ياكل دراستك، لانك انت جاي لهدف. بالنسبه قدام الدوله انت جاي لهدف مهم وهو ان انت تدرس. مسموح لك ان انت تشتغل ولكن ما تخليش الشغل ياكل وقتك وياكل دراستك. دي اهم نقطه تاخد بالك منها. لو عاوز تعرف ايه اهم المواقع اللي انت تقدر تبحث عنها عن شغل في المانيا وانت بتدرس، اكتب لي بس تحت في الكومنتات وقول لي اكمل السلسله دي ولا لا. وما تنساش الفولو لو مهتم تغير حياتك للافضل.